بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الفاتورة اللي قدامنا ديت يا جماعة، يعني الله عز وجل وكيل وشهيد على كل كلمة بقولها. الفاتورة ديت فاتورة 3 فدادين برسيم حجازي في الدخلة. أنا بتكلم وأقول في الدخلة، وبتك على كلمة الدخلة دي 50 مرة، لأن ما يجيش واحد يروح يشتري مثلا في الفرافرة ويجي يقول لك لا ده الأرض ما جابتش. ماليش دعوه. ما يجيش واحد يشتري في الخارجه ويقول لك ده الارض ما جابتش زي ما انت بتتكلم، برضه ماليش دعوه. انا بتكلم على الدخله. الفاتوره ديت فاتوره 3 فدادين، وقلت لكم في الاول الله وكيل وشهيد على كل كلمه بقولها. ودي الحشه التانيه، دي الحشه التانيه. يعني الثلاث فدادين عاملين 19450. لو احنا طيرنا منهم 6000 جنيه مصاريف، مع ان الارض ديت بتروي والله العظيم بطاقه شمسيه، يعني يعتبر المصاريف ديت مش عايز اقول لك ان هم تطلع 1000 جنيه بس مصاريف على الفدان معايا. فهتلاقي الناتج ايه بقى؟ لو احنا مثلا بنروي بجاز او كهرباء وبنسمد وعماله من بره، مش انا اللي بزرع ارض بنفسي، طير يا سيدي 2000 جنيه على الفدان. طير 2000 جنيه على الفدان، يبقى انت يتفضل معاك صافي ربح حوالي كام؟ ادي يعني حوالي 13500 جنيه. 13500 جنيه صافي ربح من 3 فدادين بس. وده مصداق للكلام اللي انا بقول لكم عليه على طول. النهارده الفدان البرسيم الحجازي لو بيروي بجاز او بيروي بكهرباء وبيتسمد حلو والدنيا مظبوطه معاه، بيصفي 4000 جنيه. هو بالطبع في الدخله بيصفي اكتر من كده. يعني انت عندك الفدان دوت، يعني متوسط الفدان ده دلوقتي طن، من تاني حشه طن. فلك ان تتخيل بقى بعد مثلا 6 شهور، بعد سنه الاولى، هيبقى انتاج الفدان دوت عامل ازاي. وهنزل لكم فيديو دلوقتي ان شاء الله ل9 فدادين حشه اولى في الدخله برضو. وانا بتكلم وبتك واقول في الدخله، ماليش دعوه باي مناطق تانية. يعني انا واحد من الناس كنت مأجر ارض في الفرافره 25 فدان، من اجود انواع الاراضي في الفرافره، وارض قديمه وبتزرع بقالها 20 سنه، وما كانش الفدان بيجيب 600 700 طن، 600 700 كيلو. وكانت مصاريف جاز ربنا اللي يعلم بيها. فالله المستعان، ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب. وده اجابه، الفيديو دوت اجابه للناس اللي بتقول لك يعني انا عاوز كام فدان عشان خاطر افتح بيت. احنا على طول بنقول 5 فدادين في الظروف اللي احنا شغالين فيها ديت. بنقول 5 فدادين يكفوا لفتح بيت بالاسعار، في الاسعار اللي احنا عايشين فيها دي ممكن يوفر كمان. يعني 5 فدادين يصفوا لهم اقل حاجه، اقل حاجه 20000 جنيه النهارده كل 40 يوم. وفي الدخله اقل من 40 يوم. يعني حساباتي على 40 يوم دي حسابات الفرافره اللي انا زرعت فيها وعشت فيها. على حسابات الدخله اعتبر ان انت هتحش مثلا حشه او حشتين زياده في الشهر. يعني في الفرافره بتحش، الفدان بيحش 9 حشات في السنه، اعتبر في الدخله ممكن تزيد حشه او حشتين. الله المستعان، ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب. و... وبس هنقول ايه يعني اكتر من كده؟ الرساله كده اظن وصلت. السلام عليكم.